والله العظيم اللي فيها لله ما بتغرق. بالعكس، ده اللي بيتاجر مع ربنا بيكسب. واحد ساعد واحد ب 400 جنيه، في نفس الوقت عايز يكمل ان هو يساعده، فربنا رزقه هو ب 2000 جنيه، طلع 400 جنيه، خد قدامهم كام؟ 2000 جنيه، كسب من 400 جنيه كام؟ 1600 جنيه فوق منهم في ساعة. ايه اللي حصل بقى؟ لا الشاب ده تعبان، شايفه كده مش مبسوط، فسأله قال له والله الامر ان انا راكب توك توك والمكنه باظت، فصاحب التوك توك شيلني. طب راح للميكانيكي سأله يا اسطى العيب من مين؟ من صاحب المكنه ولا اللي شغال؟ قال لي لا اللي شغال عليه، اللي شغال اتنين، الاتنين هيدفعوا وصاحب التوك توك هيدفع وكميكانيكي هدفع. قال له والله، قال له يعني كلنا شايلين عشان نساعد بعضينا عشان ايه الدنيا صعبه. فقال له طب تمام، كام كل واحد؟ قال له 400 جنيه. قلت له انت معاك يا ابني كام؟ قال له ايه؟ قال له معايا ايه 200 جنيه. ال 200 جنيه اللي هو معاه، المهم صاحب المكنه جه، فراح صاحبي ده راح مطلع 400 جنيه راح مديهم له. قال له امسك يا عم 400 جنيه اهم. هو ما رضيش ياخدهم وبتاع، وما كانش عايز ياخدهم، عايز الواد هو اللي يجيبهم له. امه قال له الدنيا واحد، انت شايف الدنيا صعبه؟ قال له برضه ما هي صعبه عليا. المهم خد 400 جنيه عشان يشوف مكانته برضه، الله يعينه، وراه زيت وراه بنزين وراه هم برضه. والواد يا عيني ايه معاه ال 200 جنيه، صاحبي ما رضيش ياخدهم منه لان لقى الواد قعد يعيط، قعد يقول له ده انا مستلفهم، ده انا حتى معيش فلوس اجيب اكل وشرب، انا ابويا مش سائل فيا، مفيش حد سائل فيا، انا اللي شايل نفسي. الواد بيدرس يعني وراه امتحان، عايز 1000 جنيه معوش. فالمهم ايه، صاحبي ده راح عامل ايه؟ قال له لا خلي 200 جنيه معاك. هو كده طلع لصاحب المكنه 400، وال 200 جنيه اداهم للواد، ما رضيش ياخدهم، قال له خليهم معاك عشان تعرف تاكل وتشرب عشان تشوف شغل. يا ابني انت قال لي انا، قال له انا نفسي ايه اجيب مكنه وبتاع. المهم ايه، بحسن النيه والله بيتصل بواحد صاحبه يشوف مكنه من غير مقدمه، المهم ما لقاش. فاللي بيساله ده قال له ما عندكش مكن تكاتك للبيع؟ قال له في واحد صاحبي كان مكلمني النهارده والله، تعالى بص على التوك ايه على التوك توك. راح جاي باصص على التوك توك، عجبه، اشتراه. ده طلع له 1000 جنيه وده طلع له 1000 جنيه. صاحبي كان مطلع 400 جنيه، خد ما فيش ساعه خد 2000 جنيه. شوف الدايره لفت ازاي، عشان طلع 400 خد قدامهم كام؟ 2000، كسب 1600 جنيه. هو كان عايز بقى يكمل للواد حتى مقدمه، يعني هو برضه مش عايز ياخد الفلوس يحطها في جيبه، عايز يطلع الفلوس دي للواد. فيا اما مثلا هيديله ال 1000 جنيه بتاعت الامتحان وهو يشوف شغل، يا اما كان يعني هو كان محتاج يكملهم مثلا 5 6 عشان يعمل ايه؟ يعني يطلع المكنه للواد والواد يرخصها ويشتغل دليفري ويشوف حاله بقى، يشق طريقه، عشان حاجه بقت صعبه. بس اللي انا عايز احكيه هو ده، اللي فيها لله ما بتغرقش، اللي بيعمل حاجه لله بتلف له وتجيله. هي الدنيا كده.